تجي تبحث انت رايح تبحث على التخصص اللي يناسبك، هنا راح تطيح في مجموعه من الاخطاء. اول حاجه انك رايح تبحث على اسم التخصص وخلاص، يعني جينيرالمون المحتوى ماكش حتركز عليه بزاف، سما لا بلوبار يقول لك هاي فوالا التخصص فلاني اركيتكتور اغرونومي سا ديبون اوربانيزم ولا ميديسين ولا، بصح راك عارف ابري عندك فكره مبدئيه، بصح ما على بالكش المحتوى اكزاكت. هنا لازم تبحث عن المحتوى، وفقط هنا باش يعني ندقوا في هذه النقطه. الفو با تبحث برك قال اراء متفرقه، نروح هكا لاي شخص ولا نروح الفيسبوك هذا مجموعه يهضروا خلاص، لا هنا لازمنا نكونوا يعني نروحوا نشوفوا في المصادر الموثوقه. احنا ماذا بينا وين نلقاو المصادر الموثوقه؟ نروحوا للمواقع تاع الجامعات اللي حابين نقراو فيها، ولا حتى يعني جروبات تاع لي زيتيديون الجامعيين يعني اللي في التخصص نتاعنا، نروحوا نشوفوا ابري، ما ناخذوش هضرتهم كحاجه مسلمه وعندهم الحق 200%، رايحين ناخذوا هضرتهم بعين الاعتبار، بصح نوعا ما اذا كانت سلبيه بزاف حنا ما نحاولوش انه كما نقولوا هضره الناس نديروها قران، فقط نطلعوا نبحثوا نفهموا اكثر. على قد ما نفهموا على قد ما تزيد الرؤيه تاعنا والتصور تاعنا يكبر، ما تكون عندنا فكره على ولا معطيات على هذاك التخصص. هنا ثاني لازمنا نحضروا قائمه اسئله في البحث. تخيلوا في البحث نحضروا قائمه اسئله، لما نسالوا الاسئله هذه رايحه تتوسع لنا واحد الزاويه اللي رايحه تنفعنا، يعني مثلا حنشوفوا معايير جديده ناخذوها بعين الاعتبار باش نقدروا نحددوا لا ديسيزيون تاعنا في او التخصص اللي حابين يعني اللي رايحين نختار. هنا في قائمه يعني طرح الاسئله راح نطرقوا الى 7 يعني اسئله مهمه. السؤال الاول اللي هو قداه نعم نقرا في هذاك المجال او في هذاك التخصص. عندي تخصصات محتمله، لازم تكون عندي فكره ابري شكون اللي نقدر يعني قداها نقرا، قال في لاميديسين في هندسه التغذيه ولا في علم النفس ولا قداه نعم اسكو شي هو تحديدا السنوات اللي نقراها بالضبط قداه، اسكو 5 سنين 4 3 6 7 اكثر. المهم لازم نكون عارف مبدئيا قداه رايح نستثمر من وقت في هذاك التخصص، لانه انا مثلا كانسانه باغي ليه ندخل نخدم ونلقى فرصه عمل، سي با لوجيك نروح نقرا تخصص يديباسي قال فيه سنوات عديده ندير فيه دكتوراه وندير طا ومن بعد في لافان نلقى روحي باللي، لانه على كاين متغيرات كثيره. دوك انت لازم تكون عارف واش من يعني قداه عدد السنوات اللي رايح تقراها في هذاك المجال او في هذاك التخصص. نروح بعدها للسؤال الثاني اللي هو ما هو نظام الدراسه في هذا التخصص، اسكو يقراو نظري، يقراو تطبيقي، يقراو مختلط، اسمع كل واحد كيفاش. مثلا في الدروا يركزوا بوكو بليس على المحاضرات، لازم تكون عندك ايدي كيفاش نمط الدراسه مثلا في الطب، اسكو يقراو نظري في السنوات الاولى ولا من بعد كيفاش يديروا لا براتيك بوكو بليس. هذا الجانب راهو يلعب دور، لانه انت مثلا كاين حتى دراسات معينه فيها النظري وفيها التطبيقي. لازم انت مبدئيا لما تجي تبحث تحاول انك تفهم اكثر واكثر، يعني ماهيش هذه تفاصيل ما تقولش انها غير مهمه، هي مهمه جدا، لانها فيما بعد انت رايح تقيس روحك، يعني دير اسقاط على هذا التخصص اذا يلائمك في هذا النظام ولا لا. اذا النظام تاعو ماستر، نظام انجينيور عادي ولا مدرسه عليا ولا ماذا، يعني تحل. لانه قبل كانوا كاينين لي انجينيور ديتا لي انجينيور دابليكاسيون، حاليا بوكو بليس رايحه تروح الحكايه الماستر. اسمه لازم نكون عارف الانظمه الموجوده، انا واش رايح نقرا، واش راح يقدم لي هذاك النظام. هذه لازم تبحث فيها. ايضا تبحث في فرص النجاح، اسكو هذاك التخصص فيه فرص النجاح يعني عاليه ولا لا. لانه انا مثلا جايب بون موين ونروح لتخصص نقولوا مبدئيا انه شويه يطلب قدرات عاليه يعني وتعب وجهد، في لافان نلقى بلي ينجحوا غير قال 20% ولا 30%. هنا شويه كاين لازم تكون عندي فكره، يعني انا التخصص هذا اسكو فرص النجاح فيه عاليه ولا لا. لازمني نسال سؤال، ما هي المهارات المطلوبه في هذا المجال باش نتفوق فيها. اسكو مهارات تعتمد اني نحفظ بوكو بلوس ولا نبحث ولا واش ندير بالضبط. لازم تكون عندي مهارات لازمه باش نقدر ننجح في هذاك المجال. اسكو هذاك المجال يتطلب اني نديبلاسي ندير فيه دي ستاج،
واش كاين تحديدا، يعني لازمني نعرف المجال هذا واش من المهارات يحتاج، لانه قادر المهارات اللي يحتاج هذاك المجال ماهيش في صالحي، وانا مبدئيا ما عنديش ومانيش باغي اصلا تكون عندي مهاره في هذاك السياق. ايضا لازم تسال السؤال هذا، اسكو كاينه دراسات عليا في هذا التخصص او لا، لانه كاينه تخصصات نوعا ما دراساتها العليا محدوده، اسكو يديني نقدر نروح به الخارج ولا لا، اسكو الدبلوم هذا معترف به ولا لا. ثم هنا لازم تكون عندك اون ايدي على التفاصيل. اسكو سا ديبون، اسكو كي نقرا الدكتوراه هذه تساعدني باش نزيد نخرج بها للخارج ولا لا، ولا كاين اللي يحبوا لهنا قال انا نحب ندير دكتوراه ما يروح لتخصص ما فيش دكتوراه. هنا لازم تكون عارف يعني اسكو فيه دراسات عليا ولا لا. ثم لازم انت بناء كما قلنا على معرفتك بذاتك لازم تعرف ايضا التخصص هذا وش فيه بالضبط. ايضا لازم نسال يعني اسكو التخصص هذا يدرس في جامعات عده، اسكو فيه فروع تدرس في جامعات وجامعات لا. باسكو انا مثلا نقرا ليسونس في جامعتي قريبه وعندي من القيم اللي نحافظ عليها اني ما نروحش نديبلاسي، من بعد في لافاني قبل لي ماستر يفون ديبلاسي، ما كانش موش التخصص اللي يحتاجه مش موجود في هذيك الجامعه. قال نعطيكم مثال الاورتوفوني قال انا نقرا علم النفس وحبيت نولي اورتوفونيست، من بعد نلقى روحي باللي راني في جامعه مسكره وهنا ما كانش التخصص مبدئيا، واش لازم ندير؟ لازم نديبلاسي سواء لباتنا ولا الجزائر ولا زعما انا واش يصرى هنا، راني رايح ما نحافظش على قيمه معينه وكنت انا نشوفها قيمه مهمه. هذا كمثال اللي ما عندهمش اشكال راهم يديبلاسي نورمال.